واش عمرك سولتي راسك علاش كتحس براسك ضعيف وعلاش كتفشل وعلاش كتبغي تبدل ولكن كترجع لنفس البلاصه ديما؟ راه المشكل ماشي في الدنيا، المشكل فيك انت، في النسخه ديالك اللي باقي ما خرجتش منها القوه الحقيقيه ديالها. اليوم غادي نقول لك كيفاش تولي اقوى نسخه من راسك، ماشي بالهضره ولكن بالفعل. ولكن قبل ما نبداو كيف العاده ما تنساوش تصليو على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. اول حاجه خصك تواجه راسك. الناس كيهربوا من التفكير ومن الصمت ومن الحقيقه، ولكن الانسان اللي باغي يكون قوي كيشوف في المرايه وكيقول انا المسؤول على كل شيء، انا المسؤول على كاع داكشي اللي وقع في حياتي. ملي كتحمل المسؤوليه كتولي تتحكم في المستقبل، ما كتبقاش تلوم الزمان ولا الناس ولا الظروف. خصك تواجه راسك وبدل اللعبه. ما تبقاش تفكر بحال الناس العاديين. النسخة القوية منك كتفكر في الحلول ماشي في المشكل، كتشوف كل فشل كدرس وكل أزمة كفرصة. بدل طريقة التفكير. القوة الحقيقية ما كتجيش في النهار، كتجي من تراكم ديال الأيام والقرارات الصغيرة اللي كتبدل حياتك وحدة بوحدة. وما تنساش النسخة القوية منك راه كتستناك، غير بقى خدام وآمن براسك وعمرك ما توقف. القوة ماشي انك تكون مثالي، القوة هي انك تعرف نقاط الضعف ديالك وتعترف بها وتخدم عليها بشجاعة. ماشي عيب تكون ضعيف، العيب هو تبقى ساكن في الضعف ديالك. كل نهار صغير كتبدل فيه عادة خايبة راه كتقربك خطوة لنسختك القوية. القوة ماشي انك تكون محفز نهار وتكاسل نهار اخر، القوة هي الانضباط. يعني دير داكشي اللي خصك دير حتى الا ما بغيتيش، تفيق بكري، تراجع، تلعب، تتعلم، تخدم على راسك. الناس كيبغيو النتائج ولكن القوي كيبغي الطريق اللي كتوصل للنتائج. خدم في الصمت وخلي النجاح ديالك هو اللي يهضر عليك.